في عز الحرب العالمية الثانية وعلى سطح سفينة حربية أمريكية بتعدي من قناة السويس، قعد جنب الملك عبد العزيز آل سعود رئيس أمريكا فرانكلين روزفلت. الصورة اللي اتاخدت وقتها مش مجرد لقطة تاريخية، دي كانت أول مشهد لتحالف هيرسم شكل الشرق الأوسط كله لعشرات السنين قدام. أمريكا كانت بتدور على شريك يضمن لها البترول والنفوذ، لكن اللي حصل إن الملك عبد العزيز ما قدمش نفسه كحليف ضعيف. الملك عبد العزيز ساعتها قدم بلده كند قوي، وقال للرئيس الأمريكي من دلوقتي إحنا مش تابعين، احنا شركاء. والنهارده في 2025 حفيده ولي العهد الامير محمد بن سلمان بيكمل نفس المعادله بس بلغه مختلفه. السعوديه ما بقتش بس بلد بترول، دي بقت لاعب اقتصادي عالمي. ولما ترامب يجي الرياض يوقع صفقات بمليارات، بتظهر لنا اجابه للسؤال الحقيقي: مين اللي بيقود العلاقه دي، واشنطن ولا الرياض؟ وايه تاثيرات ده على سوق الطاقه؟ وهل اسرائيل قلقانه من علاقه ترامب بالسعوديه؟ انا محمود طولان، وتعالى نشوف الرابط بين اللي عمله الملك عبد العزيز من 80 سنه وبين سياسه ولي العهد محمد بن سلمان دلوقتي. في 2022 بايدن زار السعوديه بنفسه وطلب من ولي العهد محمد بن سلمان يزود الانتاج عشان الاسعار تهدى، وكان الرد ان السعوديه قللت الانتاج بالتنسيق مع روسيا في اوبك بلس رغم كل الضغوط الامريكيه، وده معناه رساله واضحه جدا ان السعوديه مش بتشتغل تحت ضغط. الخبراء وصفوا تصرفات بايدن مع المملكه بانها مناورات فاشله لاستفزاز المملكه، وكمان قالوا عنها انها واحده من اكتر الادارات الامريكيه فشلا على الاطلاق. عشان كده وقتها ولي العهد فتح سكك لعلاقات قويه جدا مع الصين، اللي التحليلات بتقول عنها انها بتعشى استثمار الفراغات السياسيه والاقتصاديه اللي بتسببها امريكا، وبتستغل الموقف احسن استغلال من الاخر. وكمان السعوديه تعاونت مع الهند وكوريا الجنوبيه ودخلت في صفقات باستثمارات ضخمه جدا مع فرنسا والمانيا، ده غير انضمامها لمجموعه البريكس اللي فيها الدول الاسرع نمو في العالم. وكأن السعوديه بتقول لامريكا الدنيا مش هتقف عليكي. عشان كده الخبراء كانوا شايفين ان تصليح علاقه امريكا مع السعوديه هتكلف ترامب كتير جدا بعد اللي بايدن بوظه، وترامب اصلا لوحده على طول بيتكلم بنبره انه بيلم ورا بايدن. طيب ليه ترامب اختار الرياض تكون زيارته الاولى بعد ما تولى الرئاسه المره دي؟ وليه كانت برضه وجهته الاولى في 2017 لما تولى الرئاسه اول مره؟ في مايو 2017 كانت اول زياره خارجيه لترامب بعد ما مسك الحكم كانت للرياض، مش لندن ولا باريس ولا حتى تل ابيب. وهناك ترامب شارك في قمه عربيه اسلاميه امريكيه جمعت اكتر من 50 دوله اسلاميه. الاختيار ده وراه معنى كبير بيقول ان اللي عايز يدخل المنطقه لازم يمر من بوابه السعوديه، والرساله كانت واضحه: التحالف مع السعوديه مش اوبشن، ده مدخل اساسي لمواجهه الارهاب والنفوذ الايراني. وقتها توقعت صفقه مبيعات اسلحه مع السعوديه ب 110 مليار دولار. وبعد ما رجع ترامب للحكم في 2025 كانت اول طياره رئاسيه امريكيه تنزل في الرياض. بس الزياره دي كانت مختلفه، مش بس كلام عن الارهاب والسلاح، المره دي الكلام كان عن استثمارات ضخمه جدا وشراكات في قطاع الطاقه والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وتوقعت صفقات استثماريه ب 600 مليار دولار وصفقه سلاح ب 142 مليار، ودي الأكبر في تاريخ البلدين. الفرق بين الزيارتين واضح جدا. ترامب غير أولوياته، في 2017 كان عايز يحسم المعركة ضد الإرهاب ويشد الحزام على إيران، وفي 2025 بيدور على صفقات وتحالفات مستقبلية في عالم بيتشكل حوالين الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة. وده اللي خلى الخبراء يطرحوا سؤال مهم جدا: هل العلاقات السعودية الأمريكية مكلفة ماليا للرياض؟ لدرجة إنهم قالوا بعد ما ترامب طلب إن ال 600 مليار دولار استثمارات توصل لتريليون، هل السعودية هتغير خطط انفاقها عشان توفر الفلوس دي، ولا هتغير اصلا رؤيه 2030؟ خلينا نجاوب على الاسئله دي واحده واحده. اول حاجه، تريليون دولار ده يعني تقريبا قيمه الناتج المحلي كله للمملكه، وكمان بيساوي تقريبا كل اصول صندوق الاستثمارات العامه السعودي اللي قيمته حوالي 925 مليار دولار. وحتى رقم ال 600 مليار ده اللي السعوديه تعهدت بيه فعلا مش سهل اطلاقا. خبراء قالوا انه رقم واقعي لكن عايز شغل كتير ومش مضمون يتحقق في 4 سنين. طيب المملكه هتجيب الفلوس دي كلها منين؟ المصادر المتوقعه للتمويل طبعا هتكون عائدات النفط، بس دي بتتاثر باسعاره المتقلبه. وكمان عندهم صندوق الاستثمارات العامه، لكن طبعا عليه التزامات ضخمه جدا زي مشروع نيوم ومشاريع تانية جوه المملكه. ولو المملكه لجأت للاقتراض فده هيزود الضغط على الميزانيه. طيب هنا رؤيه 2030 ايه مصيرها؟ الحقيقه ان التحليلات بتقول انها هتتاثر، ولو الاستثمارات مع امريكا زادت قوي ممكن يحصل تاخير او حتى تقليل في بعض المشاريع الضخمه، خصوصا زي مشروع نيوم او حتى اكسبو 2030.
الامريكيين. BBC قدمت تحليل النقطه دي، والخبراء قالوا ان السعوديه ممكن تضطر تعيد ترتيب اولوياتها او تقلل السرعه في تنفيذ مشاريعها، الا بقى لو حصل ارتفاع كبير في اسعار النفط او دخل تمويل خارجي قوي. طب هل ده ممكن ياثر على علاقات السعوديه الاقتصاديه مع الدول الثانيه؟ ده سؤال مهم جدا، خد بالك، واكيد فكرت فيه الدول الحليفه للمملكه وهي بتتفرج على تطور علاقات السعوديه بامريكا. والحقيقه ان احتماليه تاثير علاقات المملكه مع الشركاء التانيين موجوده، لان السعوديه دلوقتي بتلعب سياسه تنويع علاقات، بتتعاون مع الصين، الهند، كوريا، فرنسا، اليابان، وحتى بريطانيا. بس لو التزمت باستثمارات ضخمه مع امريكا ده ممكن يضايق بعض الدول خصوصا الصين. بس الخبراء بيقولوا ان السعوديه بتعرف تلعب اوراقها صح، يعني حتى لو زودت استثماراتها مع امريكا مش هتسيب باقي الشركاء بسهوله. وده الفريق اللي شايف ان السعوديه مش هتطلع ترمي ارقام هي مش قدها. الفريق ده شايف ان ايوه العلاقه مع امريكا مكلفه، بس اللي يفتكر ان السعوديه هتعدل ميزانيتها او تغير اولوياتها عشان ترضي رئيس امريكي يبقى مش فاهم اللعبه. وخلينا اخدك لحته مهمه جدا العالم كله بيراقبها، وهو التقارب الكبير بين السعوديه وامريكا. التقارب ده مش بس بيعمل ضجه سياسيه، ده بيهز اسواق الطاقه حرفيا وبيسمع فيها. السبب ان العالم كله عارف ان اي تفاهم بين الرياض وواشنطن معناه استقرار في الامدادات او العكس، لان لو السعوديه حست ان امريكا بقت حليف مضمون تاني ممكن تتجه لقرارات مريحه في انتاج النفط، وده يخلي الاسعار تهدى والاسواق تتنفس. لكن لو السعوديه دخلت في استثمارات ضخمه جدا مع امريكا هتحتاج تمويل كبير عشان تقدر تلتزم بالمشاريع دي، وطبعا التمويل الاساسي بيجي من عائدات النفط، فممكن السعوديه تقلل انتاج النفط عشان ترفع سعر البرميل، وبالتالي السعوديه تكسب فلوس اكتر فتقدر تكمل بيها التزاماتها. يعني هنا التقارب برضو ممكن يكون سبب ضغط. طيب في وسط كل ده مين واقف بيتفرج على كل الاتفاقيات دي والتريليونات؟ صح، إسرائيل. من أيام قمة الرياض 2017 وإسرائيل بتراقب العلاقة دي من بعيد، بس المرة دي في 2025 المراقبة اتحولت لقلق حقيقي. طيب إيه السبب؟ السبب ان ترامب راجع وهو شايف ان السعوديه مش بس شريك، دي البوابه لاي صفقه ممكن تغير شكل المنطقه. الخبراء كانوا قالوا ان السعوديه رفضت التطبيع مقابل الفتات، لان في فتره بايدن امريكا حاولت تقنع السعوديه باتفاق تطبيع مع اسرائيل مقابل وعود نوويه ودفاعيه، لكن الرياض ساعتها ردت بكلمه واحده: مش هنطبع ببلاش، وكان شرطها واضح: دوله فلسطينيه مستقله اولا. ورغم ان ترامب اقرب سياسيا لاسرائيل، الا ان رجوعه القوي للسعوديه وتوقيع صفقات ضخمه معاها بيخلي إسرائيل تسأل نفسها سؤال مهم جدا، وهو هل ترامب راجع عشان يوازن العلاقة مع السعودية وهي خلاص كده هتروح عليها؟ وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مسؤولين إن العلاقة القوية بين ترامب ومحمد بن سلمان ممكن تعيد رسم شكل العلاقات في الخليج بطريقة تخرج إسرائيل من المشهد مؤقتا. كمان الاندبندنت قالت إن الزيارة دي خلت إسرائيل في موقع المتفرج الغاضب، يعني مش كفاية إن ترامب مد إيده لإيران وقدر يحرر الأسير الأمريكي إيدن ألكسندر من غزة، ده كمان عمل محادثات مع الخصم العنيد لنتنياهو وهو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبكده ترامب يكون أكد الهواجس اللي عند إسرائيل، خصوصا لما قال خلال زيارته في الرياض إن أمريكا ما عندهاش أعداء دائمين، وده فعلا ترجمة خطوات ترامب في منطقة إن مصلحتها أولا. من 80 سنة على سطح سفينة حربية أمريكية الملك عبد العزيز حط أول حجر في بناء علاقة مع أمريكا، ومن يومها السعودية دايما بتحط القواعد وبتعدل الكفة. النهارده الحفيد محمد بن سلمان بيكمل نفس الطريق بس بلغة الاقتصاد والاستثمار والهيبة السياسية. ترامب رجع وإسرائيل قلقانة وامريكا بتحاول تظبط علاقاتها من تاني، لكن المايسترو دلوقتي ما بقاش في البيت الابيض، المايسترو بقى في الرياض. والسؤال دلوقتي، هل ترامب ممكن يطمع اكتر ويعلي على التريليون؟ قول لنا رايك في التعليقات، وما تنساش اللايك، وكالعاده شير الرابط.